الجزائر دولة وشعبا موقفها موقف واحد ومشرف وثابت عبر التاريخ والحمد لله، وهو ناصر للقضية الفلسطينية الشريفة العادلة، لأنها قضية عادلة، والجزائر معروفة بنصرتها للقضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ونحن نفتخر بموقف الجزائر في الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن، وهو موقف مشرف نفتخر به. وهذه الوقفة التي نظمتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ووقفة يوم أمس التي نظمتها حركة حزب مجتمع السلم، نعم، هي نوع من أنواع نصرة الشعب الفلسطيني ونوع من أنواع نصرة القضية الفلسطينية العادلة. ونحن هنا بوقفتنا اليوم أدينا واجب النصرة، نعم أقولها، واجب النصرة اليوم هو أصبح فرض عين وليس فرض كفاية. أيضا يوجد العديد من الأشكال من نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، من بينها النصرة عن طريق كلمة الحق، النصرة عن طريق القلم، النصرة أيضا عن طريق خوض معارك قانونية. وهذا ما قمنا به نحن كتحالف جزائري عالمي للمنظمات غير الحكومية، حيث قمنا بنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم في المحافل الدولية، محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن طريق رفع الشكاوي ودعاوى قضائية ضد جرائم الصهاينة في غزة التي يندى لها الجبين وتعتبر محرقة، هي مجازر لم تشهد البشرية مثلها قط. ونحن بالمناسبة نحن ضد وندين كمنظمات غير حكومية ما يحدث اليوم في فلسطين. مخططات التهجير القسري للفلسطينيين هي جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية. أيضا سياسة التجويع التي ينتهجها الكيان الصهيوني اليوم هي أيضا تصب في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لأنها تعتبر شكل من أشكال الإبادة الجماعية. ونحن نبقى كتحالف جزائري عالمي للمنظمات غير الحكومية نساند وندعم الشعب الفلسطيني المظلوم بكل ما أوتينا من قوة.